امين حارث اللاعب اللي حرمتنا منه الاصابه في كاس العالم. في هذا الفيديو غنعرفوا القصه ديالو، وقبل ما نبداو دير ديك اشتراك وشي لايك ويلا. نهار 18 يونيو 1997 غيتزاد امين حارث في مدينه بونتواز فرنسا. ترعرع وعاش الطفوله ديالو في هذه المدينه. الاسره ديال امين حارث فاش شافتو كيموت على الكره غتقرر انها تدخلو لنادي اسبيرونش دو باري في سن 10 سنوات. غيبدا الرحله مع المستديره، بقى كيتقاتل ويطور في راسو حتى قدر يشاركو المدرب في ماتش ودي ضد باريس سان جيرمان. ومع كان كيتسنى هاد الفرصه قدم مستوى زوين وجلب انظار نادي باريس سان جيرمان وتعاقدوا معاه، ولكن ما طولش معاهم ورجع للنادي ديالو السابق حيت كان عنده مشكل وهو بعد المنزل ديالو على النادي. غيرجع وغيتألق باش يمشي للنادي نانت الفرنسي. في سنة 2016 دوز فترة مع الفريق الرديف ديال هذا النادي. نهار 13 أغسطس 2016 غيلعب اول مباراة ليه ضد نادي ديجو وربح نادي نانت، وقدر يلعب البطل ديالنا مع هذا الفريق 30 مباراة سجل فيها هدف واحد. ونهار 16 يوليو 2017 غيتعاقد امين مع نادي شالكا بعقد المدة ديالو 4 سنوات مقابل 10 مليون اورو. اول مباراة ليه غيقدم فيها تمريرة حاسمة وربح الفريق ديالو ب2-0. دابا اجي نعرفوا قصة حارث من الناحية ديال المنتخبات، حيت امين ديجا لعب المنتخب فرنسا تحت اقل من 19 سنة وقدر ياخذ معاه بطولة اوروبا للشباب سنة 2016. وفي سنة 2017 غير التمثيل ديالو المنتخب المغربي ولعب في ماتش ضد الغابون وقدر يكون في اللائحة النهائية للمنتخب المغربي اللي غيشارك في كاس العالم ولعب في كاس العالم. ولكن فاش تولى خليل يزيدش المنتخب تم الاستبعاد ديالو. فاش كان كاس العالم قطر 2022 كان ديك الساعة في اوج العطاء ديالو واستدعاه وليد الركراكي، ولكن وقع داك الشيء اللي ما بغاوش المغاربة، هو الاصابة ديال امين. ولكن قدر الله ما شاء فعل، ودابا راه رجع للتداري بمارسيليا. وهنا كنقول لكم سالات القصة.